لو عمرك ما فهمت برج العقرب اسمع الكلام ده لأنه هيغير كل فكرتك عنه. برج العقرب ده غير أي برج، من بره هادي وكلامه قليل وملامحه ساعات مش بتبين هو حاسس بإيه، بس من جواه عنده دنيا كبيرة محدش بيدخلها غير اللي هو بيفتح له الباب بنفسه. العقرب لو حس إنك صريح وواضح هيدخلك حياته من أوسع باب، هتلاقيه واقف في ظهرك وسندك وعمرك ما هتحس إنه بيسيبك. لكن لو لمح كذب أو حس إنك بتلف وتدور هتلاقيه اتغير في لحظة وبقى واحد تاني خالص. مش هيشرح ومش هيسأل، هيبعد وخلاص. العقرب عنده حاسة غريبة كده، بيعرف يقرأ اللي قدامه من النظرة الأولى. قبل ما تتكلم بيبقى فاهم دماغك رايحة فين، وعشان كده ناس كتيرة بتقف قدامه متوترة لأنه بيكشف اللي محدش بياخد باله منه. العقرب في العلاقات ما عندوش وسط، يا داخل جد يا بره اللعبة خالص. أكتر حاجة بتضايقه إنك تديله إشارات مش واضحة، يومين حلوين ويومين لأ. لو حس إنك بتلعب على أعصابه هيبعد عنك في ثانية وكأن العلاقة ما حصلتش. ومستحيل يشرح عمل كده ليه، هو مش من النوع اللي بيبرر. بس اسمع دي كويس، العقرب مش قاسي، بالعكس ده برج بيحب جامد وبيزعل جامد وقلبه حساس أكتر ما الناس فاكرة. عشان كده أي شك بسيط بيغيره. وأصعب حاجة فيه لو اتوجع من حد كان شايفه أمان بيتحول لإنسان مختلف، بيقطع علاقة سنين في لحظة وما بيرجعش، بيسيبك بصمت أو بكلمة بس دايما يمشي وهو واقف على رجليه. وفي نفس الوقت لو حبك بجد هتحس إنك مع حد مخلص واقف في ظهرك وخايف عليك أكتر من نفسه. بس أهم شرط ما تكسرش ثقته. وقبل ما تقفل الفيديو ده ما تنساش تقولي انت شايف العقرب برج يخوف ولا برج الناس فاهمه غلط؟ معاكم دايما وليد زهران، استنونا في الجديد.